هنعمل مع بعض النهاردة أحلى حواوشي اسكندراني بعجينة طرية بحشوة مظبوطة وطعمها خطير ويجنن. هنعمله في الفرن وعلى الطاسة، وعايزة أقولك الطريقتين أحلى من بعض. بولة بقى ومعلقتين من الخميرة، عليهم معلقة سكر، كوباية مية دافية. لازم نختبر الخميرة كويس جدا ونشوفها شغالة معانا ولا لأ، وهنغطيها بالستريتش راب واحطها في مكان دافي. أول ما تعمل بقى كده فقاقيع بالشكل ده يبقى الخميرة بتاعتي مظبوطة وشغالة. هنزل عليهم ب3 كوبايات من الدقيق المنخولين كويس جدا، عليهم معلقة كبيرة من الملح، معلقتين كبار من اللبن البودرة. هتعلي تست العجينة وهتبقى حلوة جدا. أعجنها بقى لحد ما تتلم معايا، وأعجنها لمدة 10 دقايق لحد ما تبقى قوامها ناعم وأملس كده. بولة بقى ومعلقتين من الزيت وغطيها وسيبيها ترتاح لمدة نص ساعة لحد ما نحضر الخضار بتاعنا. عندنا فلفل رومي أحمر، فلفل رومي أخضر مقطعينهم مكعبات، وعندنا بصلتين، فلفل رومي حامي كده ولو انت عايزاه سبايسي، وطماطمايه، وباخد اللحم بتاعها بس. وده كل الخضار اللي احنا بنستخدمه في الحواوشي بتاعنا. هنجيب بقى الكبة وهنفرم بقى الخضار بتاعنا فرم متوسط او فرم ناعم زي ما انت تحبي. عندنا بقى لحمة مفرومة، ده نص كيلو بنسبة دهن حوالي 20%، وبنزل بيها بهارات الحواوشي وبقى اسمغها كويس جدا، وشكليهم بقى كده كور على حسب اعداد افراد اسرتك بالشكل ده. النص كيلو لحمة مفرومة بيعمل الحجم المتوسط 6 كور، لو الحجم صغير زي ما انا هعمل كده بيعمل حوالي 9 كور. شكلته بقى هنا حجم صغير جدا، وبدأت أفرده على شوية دقيق، وأحط بقى الكورة بتاعت لحمة الحواوشي جوه العيش، وبعد كده أروح فرداها فردة بسيطة جدا. عندك الصاج بتاعك مدهون مادة دهنية، وابدا احط بقى رغيف الحواوشي بتاعي. تقدري تسويه في الفرن وتقدري تسويه على الطاسه. انا هنا بدات ان انا خلصت كل الكميه. هندهن بقى الوش كده ماده دهنيه، وفرنك شغال على درجه حراره 160، وابدا كده احط بقى شويه سمسم حبه البركه وادخله الفرن على الصاجه بتاعه الفرن على نار متوسطه جدا، واشغل الشوايه ياخد لون ذهبي. تقدري تعمليه برضو على الطاسه على البوتاجاز من غير فرن ولا اي حاجه. بتاخدي رغيف الحواوشي وتحطيه في الجريلا كده، تدهنيها ماده دهنيه وتدهني الوش على نار هاديه جدا، ياخد لون ذهبي من فوق ومن تحت. وده بقى اللي كان في الفرن. شايفه لونه خطير ازاي؟ يجنن. قطعيه بقى وشوفي بقى الجمال والحلاوه. احلى حشوة حواوشي هتاكليها، عجينة مظبوطة، طعمه يجنن. تقدري تعمليه مشروع وتعملي منه اوردرات وتطلعيه. عايزة اقولك كل اللي هيدوقه من ايدك هيحلف بجماله وبطعمته. شايفة الجمال والحلاوة؟ يجنن. جربوه، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم.